هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أعضاء ومؤيدي حزب النهضة الإريتري أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، صوت النضال المستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا في العدالة والديمقراطية. نهب بكل مواطن إريتري حر في داخل إريتريا أو خارجها أن يكون قلعة حصينة في التصدي والصمود، وصوتا مدويا بالحق في وجه عصابات النظام الدكتاتوري الإريتري الذي يعبث بمستقبل شعبنا وأرضنا. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الجمعة 24 من أغسطس 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. إثيوبيا تستأنف استخدام ميناء مصوع الإريتري في غضون أسبوعين. رئيس الوزراء الإثيوبي لم يتطرق لمسألة الحدود مع إريتريا. وزير خارجية إريتريا في العاصمة الصومالية مقديشو لأول مرة منذ 15 عاما يبحث الترتيب لزيارة أفورقي. أسمرة تندد بكندا واعتقالات لأتباع الكنيسة الإنجيلية. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أن مباحثات بلاده مع إريتريا لم تتطرق حتى الآن للمسائل الحدودية بين البلدين، حيث تم إعطاء الأولوية لتواصل الشعبين. وأضافت البوابة نيوز أن وكالة أنباء إينا الإثيوبية نقلت في الأول من أغسطس 2018 عن أبي أحمد قوله خلال حفل عشاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية إنه نتيجة لذلك تم إطلاق خطوط شركات الطيران والاتصالات الهاتفية الدولية المباشرة بين البلدين. وأشار إلى أن الاستعدادات جارية للبدء في النقل البري واستخدام الموانئ الإريترية، مؤكدا أن الأعمال التي تتم بعد اتفاق السلام ستساعد في تعزيز الروابط بين الناس والعلاقات الاقتصادية بين الشعبين. أرجع نشط مدني إريتري حماس الحكومة الإريترية للتنديد بكندا لحساسيتها المفرطة من قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، واعتبر ذلك مؤشرا مهما لما أسماهم بالحالمين بتغيير موقف الحكومة تجاه إطلاق سراح المعتقلين والمقيدين في البلاد. وكانت وزارة الإعلام الإريترية قد أصدرت تصريحا صحفيا تدين فيه ما أسمته بتدخل كندا في الشؤون السعودية. واللافت أن التصريح صدر متزامنا مع زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للعاصمة الإريترية أسمرة. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل أن عدة مصادر متطابقة أفادت أن السلطات الأمنية الإريترية اعتقلت عدد من منسوبي طائفة الكنيسة الإنجيلية بأسمرة على خلفية لقاء تم مع القس الإثيوبي إسرافيل دمسي خلال زيارته للعاصمة الإريترية في يوليو الماضي، مما يعزز أن السلطات الإريترية ليس في وارد تفكيرها من يردد توقعات إشاعة الحريات كجارتها إثيوبيا.
أعلنت هيئة الشؤون البحرية الإثيوبية عن استئناف خدمات الشحن ونقل البضائع والسلع الإثيوبية من وإلى ميناء إريتريا مصوع وعصب رسميا في غضون أسبوعين. جاء هذا الإعلان بعد أسبوع من كشف سلطات الموانئ الإريترية عن إكمال ترميم وصيانة ميناء مصوع تحسبا لاستخدامه من قبل السلطات الإثيوبية. كما تم تكليف هيئة الشؤون البحرية الإثيوبية، وهي هيئة معنية بأعمال الملاحة ذات مسؤوليات محددة لضمان وصول البضائع ونقلها في المياه الداخلية والدولية، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع البحري من خلال توفير خدمات استثنائية وفعالة من حيث التكلفة وآمنة والمتوافقة بيئيا. وصرح تمسكن يهوني المدير اللوجستي للسلطة للصحف بأن فريقا من الخبراء من السلطة قد أرسلوا إلى إريتريا، وأكدوا أن الميناء الإريتري الذي تم ترميمه حديثا جاهز للعمليات. وأعلن ميناء مصوع وعصب الرئيسيان في إريتريا عن الانتهاء من عمليات التجديد الأولية، وهما جاهزان للتعامل مع الشحنات الإثيوبية الواردة والصادرة. وقال تمسكن إن ميناء عصب لم يكن جاهزا للخدمة حتى الآن لقضايا ذات علاقة بجاهزية الجانب الإثيوبي، حيث تأتي الطرق التي تم إهمالها خلال 20 عاما الماضية قيد إصلاحات أو تنظيفها من الألغام. وأضاف موقع فرجة الإريتري المستقل إن خط السكك الحديدية التي قامت الصين ببنائها والذي تم افتتاحه في السنوات القليلة الماضية ما زال يربط جيبوتي بأديس أبابا. وتقول السلطات الإثيوبية إن ميناء جيبوتي على البحر الأحمر خليج عدن مزدحم بالفعل، ويستضيف سفن مختلف البحريات التي تحرس خليج عدن وبحر العرب، بما في ذلك سفن البحرية الأمريكية والصينية. كما تستضيف جيبوتي منطقة تجارة وصناعة حرة تتقاسم الميناء. ووفقا للخبراء يعتبر ميناء مصوع الإريتري مثاليا لنقل البضائع إلى شمال إثيوبيا، حيث توجد مناطق صناعية جديدة يتم تطويرها بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاس والموارد الزراعية. وقال تمسكن بعد اتفاقيات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الحكومتين الإثيوبية والإريترية من المتوقع أن يتحول الموانئ العاطلة المذكورة أعلاه إلى هدفها الأساسي واستيعاب السلع القادمة من مصوع والأخيرة من ميناء عصب أيضا. وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح في 13 من أغسطس 2018 إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما، كما إنها الزيارة الأولى لمسؤول إريتري رفيع إلى الصومال منذ عودة العلاقات بين البلدين في يوليو الماضي. وكان في استقبال الوفد الإريتري بمطار مقديشو الدولي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ووزير خارجيته أحمد عيسى عوض. وقالت مصادر مطلعة للعين الإخبارية إن صالح سيبحث في مقديشو الترتيب لزيارة الرئيس الإريتري إسياس أفورقي إلى الصومال بدعوة خاصة من رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو. ويرافق صالح في زيارته إلى الصومال مستشار الرئيس إسياس أفورقي يماني جبرآب. وكان فرماجو قد قام نهاية شهر يوليو الماضي بزيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس صومالي إلى إريتريا منذ نيلها الاستقلال في عام 93 و900 وألف. ووقعت كل من أسمرة ومقديشو في نهاية يوليو الماضي اتفاقية تعاون مشترك من 4 بنود تهدف لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين. يشار إلى أن الوفد الإريتري كان قد زار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 10 من أغسطس الحالي، وأجرى لقاءات مع مسؤولين إثيوبيين رفيعي المستوى تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضافت العين الإخبارية إن خبراء قالوا إن اتفاق إريتريا والصومال ترياق مضاد لمخططات قطر بالقرن الإفريقي. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري. لا 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 لا
فتح زدلنا فتح مسرق خسي قوام زدلنا قوام مستقاسي كرستنا زبلنا بيتنا مسفرسي زبرا زبلنا أنا في مسفرسي الله خير نكال زدلنا ويسنوا غغير الله خير نسوكم ودو بزح العزم زمو الله خير نروي دوز وزت بيو نزاني دو بزح ويسنقوايو قال سكو على ما يوايكون انت راغال معسكوين وانبر ممنتال عوتاي متني حد حد مزنتال بعزعن كف درقف بعزة متنقال زيكون عمان قدنا متحين حد قد كيرنا زين الزاتي انت يا عبس عنكفات موقوتي زين وكس تاريخ بوتاتنا نتكلاتهم تتقامنا زين قنص المصحف جقان كذكرى دمو خلعلو شموم كرساقر مخبرت وقنوم حزب زمرعو عبقدميتنا قوينوم حتى غلمت مع ورقي بتروم زيد فرقر ما سنادروم صلاة للنشرو بعل كبيرة بعل راس تسمى منغرنا عقراب قطر كتما ودز فطرنا كالس فلما حلاقتنا قراويان أرما حلاقتنا قراويان أرما انتاي ديم دبلو سبيق خاكر اسكزان تاتاتهم ننكر أقود ما ننبر أقود ما ننمقر عشوي قديفنا قنعممكم نقر من هارنا دمي سلامنا خيص انتاي ديم زبلونا بوتاتنا ولدا ولد مريم شيخ إبراهيم سلطان بعفشا كلنا اسلام ايكس داراي رستو خسيف زي وجه خنا رستو خسيف زي وجه كم عر تريرو خم انبسان ديرو خم نسل بريرو سيف مزيزو واتو قتيرو بجازو بجاز هاغرو وانا رستو يكون تخالو باريرو وانا رستو يكون تخالو بار سكوي وقالوا تنزع على المريض حقيقة ما ينقون زي ركبهم حريد سمعتنا وفرتنا دمعتن مرحتن آليتن ونعتن حداقاتن. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وفيما يلي تتابعون الجزء الأول من المقال الذي أعده مكتب إعلام حزب النهضة الإريتري تحت عنوان ينسج خيوط السلام بمعزل عن الشعب الإريتري. لا 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 لا. إن السلام هو مبتغى الشعوب لأنه الأساس لأي نهضة اقتصادية، وبالعكس فإن النزاعات والخصومات والحروب هي سبب كل خسارة ولا تجني الشعوب من ورائها سوى الدمار والهلاك، فالشعوب تدرك ذلك جيدا، لذا عندما تمتلك إرادتها ويكون تقرير مصيرها بيدها تكون الأقدر لتجنب الصراعات، وإذا وقعت مشاكل بمقدورها حل الخلافات والإشكالات كبيرة كانت أم صغيرة بالطرق السلمية. الشعوب عندما تتمتع بالحرية بدون حدود غير مقيدة بالخوف وحياتها خالية من الرعب هي تكون بمنأى عن التخبط والأخطاء القاتلة. فالشعوب عندما تمتلك سيادتها الحقيقية وتدير شؤون حياتها بمحض إرادتها وتقود حياتها باختيارها
لنظام الحياة، وتولي أمر تدبير شؤونها لمن ترى فيه الأهلية والكفاءة، ويكون موضع ثقتها، وبذلك تتمكن من الحفاظ على مصالحها وسيادة وطنها وتجنبه الأخطار والعواقب الوخيمة. من خلال هذه المقدمة التي نؤكد من خلالها دور الشعوب في رسم سياسات أوطانها وتصدر المشهد دائما في حالة السلم والحرب، نأتي إلى عملية السلام التي نشهد مساعيها من قبل قيادة إثيوبيا والمتمثلة في رئيس وزرائها دكتور أبي أحمد، ورئيس النظام في إريتريا السياس أفورقي، الذي يسعيان بوتيرة متسارعة في نسج هذا السلام وإنزاله إلى أرض الواقع ليكون معاشا من شعوب البلدين. ويبدو لكل متتبع من الوهلة الأولى أن هذا السلام يبدو أنه يولد ناقصا ومشلولا وغير قادر على البقاء والاستمرار، لأن نتائج هذا السلام المبني بهذه السرعة المدهشة لن يكون بمقدوره تحقيق مصالح هذه الشعوب، وخاصة الشعب الإريتري الذي ومنذ الاستقلال أصبح متفرج على مصير الوطن ومغيب تماما، إلا أن يدفع به النظام دفعا نحو الحرب وسداد فاتورة الحروب والمشاكل التي يختلقها النظام بمفرده. إن السلام حتى وإن سلمنا به غاية يسعى إليها البلدان ويتطلع إليها الشعبان في هذين البلدين إثيوبيا وإريتريا لعقود من الأزمنة رغبة في الاستقرار والأمن، إلا أن أغلب الشعب الإريتري ينتظر بفارق الصبر النتائج التي ستصل إليها هذه المساعي، وليس لديه اعتقاد وثقة في أن هذا السلام سيحقق لهم رغبتهم التي لا تزال وحتى يومنا هذا أحلام وتطلعات، لأن هذا السلام لا يقوم على أرضية صلبة تضمن استمراره ودوامه ومحققا المنفعة المرجوة من ورائه، فأرضيته هي الشعوب. ففي إريتريا رأس النظام هو الذي قرر بمفرده ووقع في ورقة السلام لوحده. كيف تم التوصل إلى هذا، وأين وكم أخذ من وقت، وهل تمت قراءة تبعاته القريبة والبعيدة، وما الذي سيحققه من مصالح؟ الشعب الإريتري فهو يتابع كغيره من شعوب الأرض عبر الفضائيات تلك الرحلات الماكوكية والاحتفالات في أديس أبابا وأسمرة وقمة ثلاثية في دبي، وهو أجهل ما يكون عن مصير هذا السلام وتداعياته. وبالنظر إلى الجولات الماكوكية التي قام بها قيادة البلدين والمهرجانات والاحتفالات التي صاحبت ذلك، هي محل تساؤل وموضع شكوك، حتى إن البعض وانطلاقا من ذلك يراه بأنه ليس سلاما وإنما تطبيع، بمعنى التحول من حالة العدائيات إلى صداقة وحسن الجوار. ومرد ذلك بأن الحدث أتى من غير مقدمات ظاهرة حتى يكون الجميع على اطلاع بمجرياتها وطبيعتها، ولأن الأزمة والتي امتدت لأكثر من 20 عاما والتي تمت فيها نشوب حرب وقطيعة تامة، البلدين دفعا ثمنا باهظا تمثل في الآلاف الضحايا من البشر والمعوقين والمشردين. فمشكلة بهذا الحجم وامتدت لسنوات كيف يمكن حلها بهذه السهولة ويكون حديث القيادتين السلام والحب والمصير المشترك في تجاوز للمشكلة التي كانت قائمة وتناسيها كأنها لم تكن، ويكون الاهتمام بفتح الحدود والموانئ وتبادل السفراء ودخول مواطني البلدين بدون فيز. وتم وضع مشكلة الحدود وسيادة الوطن في ذيل القائمة التي ستجد من وقت القيادة للتحدث حولها. بل ذهب رئيس النظام السياسي للقول ليست لدينا مشكلة حدودية، وأن من يقول شعبين
هو مخطئ ولا يعرف حقائق التاريخ، فمثل هذا الحديث نفسه صار يقوي الشكوك والارتياب لدى قلوب الإريتريين بأن الأمور التي تجري ولا يعرف خفاياها إلا السياس فإنه أكبر من مشكلة الحدود، ويتعلق بالمضي نحو إقامة ارتباط بين البلدين بشكل ودي إلى إضاعة الاستقلال الوطني الذي هو استحقاق عشرات الآلاف من الشهداء والمعوقين، ويمس شرف المواطن الإريتري الذي لم يتمكن حتى يومنا هذا بأن يتمتع بهذا الاستحقاق. من 3 مليون شباب دفعنا قدرك شو ذرا بنقو كتابنا قطر بلا دريت من تال من كتابنا من 3 مليون شباب دفعنا قدرك يفر ضرب حنا لقو كتابنا قطر فلا دريت ميتا من كتابنا بركلا ركب أنا مسؤول كان دجين دسكب كنا مني ودي كولاك نركب نقبل جابل فجر هجوم نافرا يا قابل تبعت ونس حبر اندلال ناو يا من بلو جواكم نتعلل شابل فران جار مولا قلوبو بدل الدر ومن قست لدوقو تلفت هديو ديش كجريد دلودو قدم بلدم شبت شاكل ديبو مدرات اسبجن وادن ديبو مقاب شنشلياي لا سبت على الديبو جاوات بيلناي كلاش ناقف ديبو كاتا نار انت معارك شابك ديبو ادبر وكيرانو الادماء لو ديبو أكردود انت لميج لفف ديبو قاشم مدتو ملال بعد مميتان لبب ديبو قاشم مدتو دويلا كف ديبو دبر توتيل كي ما يتقصى ديبو ما ضر بابو سايد عبي ديبو تقولي بنتي تدريب كاد ديبو جبل مكرام لا يتلفف ديبو كيباي ودا سكندم برات فديبو نقوات بركل نباش لديبو ما فارنج جسابك ديبو جاسوس معكم انت كنت في العارك ديبو ما دفع ما دبل قبل اجم ديبو لوج وسواكن لبابو درات ديبو لرحمة جامع مدل دبن عجيبو تاقا عيب ربي وجيب سبيل جيبو ومانسا وجبر بيجوك ودنكل وساور تيليت وبيتها منار وبعد القديم وسودرات والقوضة وارتقا حبرات وبيت بجل شكريا وحلنغا وقوادا المعلم وداقر واد حماد وادركي والبجا بلين وماريا بيت بحاليا حباب وبن عمر اتقدر فعلينو مشانقل متامر واتبر سودان كرين لقاسات للدور واتكسالة توتين لمقرام تتقاور اتقدر مشانقل متامر واتكرتوم كمامات مدامر اكانا جمقاوي بالشك باليما وامر وكريسانا يللو وحوان لبتك الحبابر فجللون الشاب فارس بنا وجاور فجر بواب السيوفنا لدم تتقاور مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير.
مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.